المهم في خبر اليوم وصلني عن إلقاء القبض على المخرج عادل المسلم بتهمة حيازة مخدرات. أول شي كل الشكر لأفراد وزارة الداخلية على تعبهم وعلى شغلهم وعلى سهرهم، والله يحفظ عيالنا. ثاني شي طبعا أنا مع نشر الخبر عشان يكون عظة وعبرة حق أي شخص يفكر بالمستقبل إنه يتاجر بعيالنا، ولكن في فرق بين ان انا انشر الخبر عشان الناس يتعظون وبين اني انا اصنع من الخبر اضحوكة ونكتة. اني انا اتشمت فيه اول شي هذا ابتلاء، والابتلاء مو بس له، لزوجته وللولد اللي بطنها. هذا ابتلاء ومصيبة الاهله، الاخوانه، الامه، الابوه، مو ابتلاء بس له ولا مصيبة بس له. طبعا كلامي موجه للناس اللي قاعدة تتشمت، أمانة شنو تحسون فيه؟ باكر الله يبليكم المصيبة والناس تتشمت فيكم. والمشكلة اني قلت هالشي بتويتر والاقي هجوم، شنو تبين نسوي؟ نصفق له؟ ما قلت لك صفقي له يا غبية يا جاهلة يلي الحقد عما قلب. بالعكس انا اصفق وارفع القبعة حق افراد وزارة الداخلية، ولكن هذا ما يعني اني انا اتشمت بالريال. تكونين غبية وتكون غبي وجاهل إذا تعتقد إنه إذا شخص سوى غلط هذا عذر لنا إن نضحك عليه. المهم آخر شي بقوله الحمد لله اللي الله حفظ عيالنا، والله يستر على عيالنا ويحميهم من كل الآفات اللي في المجتمع،